شرف موجود لكم. الله شرف وجودكم. الله يحييك يا حبايبي الكرام. سلام. بس ما قصرت يعني طيبك وكرمك يعني انك دعيتنا الى بيتكم. ده شرف كبير لنا يعني ان احنا نكون بينكم وبين اخواننا في العراق. احنا ما دعيناكم البيت، احنا دعيناكم البيت امير المؤمنين، انتم ضيوف امير المؤمنين. تفضل الله. بغينا بس نعرف اسمك الكريم للاخوان تعرفون اسمك. حيدر كاظم قش. كم سنة صار لك في الهواية؟ يعني انا عمري 52 سنة، تقريبا 35 سنة صار. ما شاء الله. شنو الطيور اللي ربيتها يعني؟ يعني هو اكثر الطيور الكمبك مالتنا العراقي الاصيل، مو المخلوط. اي الاصيل. اي يعني هو احنا هذا يعني وعينا لقينا هذا عند ابائنا واخوتنا موجوده عندهم، فاحنا هذا نفسي تحتفظنا به وظننا نكافره ونفسنا نكافره. فالحمد لله السلالات رغم انه الظروف اللي مرت بينا ظروف صعبه، لكن اكثر المربين حافظوا على طيورهم والحمد لله، وهسه بدينا نعيدها من جديد. السلالات عندنا يعني قديمه ممتازه جدا يعني، وطيور بها مواصفات يعني راقيه. شنو المواصفات بالضبط يعني اللي المفترض تتواجد في الطير الصفاقي؟ بالنسبه للطير الصفاقي، بالنسبه للكمبك الابيض، الكمبك الابيض انه طير انه يصير خشن، عالي راهي، يصير الجبهه مالته عريضه، راسه يصير عالي، يعني الجبهه هم عريضه هم عاليه، وبنفس الوقت يصير الى هنا طلعه شلون احنا نقول شلون النتوء اللي يصير الى هنا، احنا باللغه العراقيه يسموه شو اسمه مقرن. اي يعني شلون الضفدع. هذا طيرنا هو هذا بروز يعني. اي بروز، هو هذا طيرنا الاصلي احنا، ومنقاره نازل لجوا. يعني كان في وقتها يعني طيورنا منقاره وخشمه مساوي، يعني ماكو خشم كبير، يعني ماكو نقول يسموه الخنفر، ماكو او تحجاله كبير. واكثر طيورنا كانت يعني الشغله تلعب. ذاك الوقت كانت الطيور رخيصه، كان الناس ما تهتم بها تطيرها. اي هسه لا، بعد صارت غاليه ما حد يطيرها. اي في اللون، في المسكي شنو المفترض يكون اللون ماله؟ بالنسبه للمسكي انه يبدي اول مواصفاته نفس مواصفات الابيض، اما تكون بس بالنسبه للي عنده تاج